السلام عليكم الزول في الله ومرحبا بكم الناس اللي جات كنشاهدوا اصابات كثيره في صفوف انصار شبيبه القبائل. ربي يشافيهم ان شاء الله في احداث قال ما دوك نحكيو على الموضوع هذا. وانصار عالقون في واد الزناتي بسبب تعدي انصار قال ما على ربما في الطريق والحافلات، يعني كارثه. ربما ان شاء الله ربي يرجعوا بخير ان شاء الله. وفقط خاصة وأنه الأنصار راهم اللي عنده أولاده عنده والديه راهم يستناو فيه، شاهدوا لهنا في الملعب كيف ربما هربوا من الحجارة. وراح نعطيكم تصريحات ولد علي ردا على بن شيخة، يبدو أنه غاضب من بن شيخة وفيه أخبار. دوك نعطيكم الصفحة اللي قالت قرر الاستقالة منذ شهر. هذا يحكي على بن شيخة. دوك نحكيو على الموضوع هذا. لايك الفيديو، ابوني في القناة واتركوا لنا تعليق. أحداث كثيرة وكثيرة جدا جدا جدا. جلد منفوخ فقط، هذه هي فقط. لستم أنتم الفريق الكبير، يعني هذه أشباه أنصار قال ما ماشي انصار قال ما. اتمنى انه من السلطات العليا تكون هناك كاميرات لجلب هاد الانصار اللي فسدوا، وشاهدوا ربي شافي هادو يعني ماليهم راهم يستناو. يعني صراحه ان شاء الله الاحداث هذه تكون خلال الفتنه، ولا حنا ما نشاتين نهضروا كلام كثير على ربما ليست قالمه فقط. هي الاحداث هذه تصرى في كل الملاعب اللي جلد منفوخ، يعني صراحه اللي نتمناو تكون عقوبات من الرابطه. والله شفنا الاسبوع الفارط برك عاقبوا بسكره على بيش 4 مباريات بسبب اللي ضرب الحجر هذيك في اللاعب وشعره وقتلوا. الان هذو الانصار راهم هنا، قال لك انصار شبيبه القبائل عالقين في واد زناتي بسبب اصابه بعض مناصرين وهم داخل المستشفى. ربما ما يسناو، كاين اللي يسنى خاوته، كاين اللي يسنى اصدقائه. ما هي الفائده قال لك يتيري بالحجر على اولاد الناس؟ يعني صراحه ان شاء الله يا رب العالمين ما تكونش هناك فقط يعني تكون يعني ان شاء الله خير وخلاص. هذا ما يذهب التعبير. يعني صراحة لما تشوف هذو الأحداث احنا ما نمشيوش يعني الكلام على هذه الأحداث، لأنه ربما تزيد تطيح من المستوى فقط. ولكن ان شاء الله خير لانصارنا. وفقط راح نوليو تي تصريحات ولد علي الذي يبدو غاضبا على بن شيخه. حسب هذا قال لك حنا ممتلئين بالانصار تاعنا، صبحنا نسمعوا من وسائل الاعلام على انه بن شيخه يستقيل. هاي هنا حسب الشروق نيوز تي في، رئيس مجلس إدارة شبيبة القبائل الهادي ولد علي لشروق نيوز: لم نتلقى أي استقالة من المدرب بن شيخة. ولد علي: الإدارة ستجتمع بشكل عاجل للنظر في هذا الملف. أيضا يزيد ولد علي في تصريحاته: صدمتني، هنا اللي قلت لك غاضب شوية، صدمتني الطريقة التي أعلن بها المدرب استقالته في تصريحات صحفية. يعني يقول لك كنا فايزين، بعدها تصريحات يقول لك استقالة ربما. المهم ولد علي: سمعت باستقالة بن شيخة عبر وسائل الإعلام الوطنية. ولد علي: كنا منشغلين. وهنا يبين لك بلي هنا بن شيخة صراحة يعني يكون سنة شوية، يعني يكون انتظر شوية، لأنه الأنصار راهم تقاسوا. قال لك كنا منشغلين بما حدث لمناصرينا لإخراجهم من الملعب، والمدرب فاجأنا بتصريحاته. لأن كلمة فاجأنا معناها راهو كاين هناك غضب. هذا التحليل تاعي، فاجأنا بتصريحاته، لأنه هنا قال لك هنا رانا كنا منشغلين بالإصابات والأنصار فيه هستيريا وهربوا باه يخرجوا الأنصار وكذا، يتفاجئوا من وسائل الإعلام قال لك راهو استقال وغضب. وايضا ربما فسد لهم الحسابات تاعو كامله. يعني ربما كاين هناك بريباراسيون للقاءات العوده، كاين هناك تاع يدير لك قائمه المسرحين، كاين امور كثيره كانوا ينتظرونها. فجأة يخرج لك بن شيخة يقول لك راني استقلت ولكم التعليق. وهنا حسب الصحيفة هذه أو الصفحة هذه قال لك خاص فوت 22: بن شيخة قرر الاستقالة من شبيبة القبائل منذ شهر تقريبا، وأخبر طاقمه والمسيرين له برغبته بالرحيل. العمل في الجزائر لا يستهوي بن شيخة. أيضا قال لك ويخطط للعودة للعمل خارج الجزائر، الخليج، يعني يقصد الخليج بين قوسين. وقال لك بن شيخة اقتنع أنه لا يوجد مشروع في الجزائر والكل يطالب بالنتائج الفورية. هكذا هذه مبررات هذه الصفحة تقصد على بن شيخة. هذا هو قرر الاستقالة منذ شهر. لكم أيضا التعليق هذه نقلا على الصفحة، مش خبر تاعي ولكن نقلا على هذه الصفحة يعني، ولكم التحليل. يعني هذه وجب عليها التحليل يعني صراحة. المهم كل أمور
لا تمشي في صالح شبيبة القبائل. دائما ما نكون هنا الخوف تاعنا دائما أنه الفريق هو اللي يتنقاس، هو اللي يتقاس في هذه الامور، في هذه يعني لما تصرى احداث كيما هكا ولما تصرى كواليس كيما هذه، يعني شبيبة القبائل او يعني كفريق هو الذي راح ينظر، الفريق هو الذي راح ينظر. تصريحات بن شيخة من هي ما خبرهمش ومن هي قال لك او كاين اللي على بالو، المهم خلوطه وفقط. انصار يطالب هنا وما قال لك لازمنا في مدرب كبير ربما عنده طريقه لعب، عنده يضغط على الخصم، عنده طريقه يعني صراحه باينه على الشاهد، يعني يقول لك باللي راهي شبيبه قبائل قاعده تلعب بالون، يعني بالون هكذا. امور كثيره لم تعجب أنصار شبيبة القبائل في هذا المدرب بن شيخة الذي قرر الاستقالة. اللي هنا زاد شوكاونا قال لك منذ شهر تقريبا. ولكم التحليل، ما نقدروش نحكيو أكثر من هكا. نتمنى الأنصار تاعنا اللي راهم متواجدين في وزناتي واللي كاين تلقاو اصابات واللي في المستشفى، نتمنى انه سلامات ويرجعوا بخير لاهليهم وزوجاتهم وابائهم وابنائهم ان كان ذلك. نتمنى كل خير لانصارنا ان شاء الله، ونتمنى انه السلطات تكون في الموعد، تكون هناك ربما كاين هناك اخراج لانصار وخرجوا سلامات ان شاء الله، فيها خير ان شاء الله. في فيديوهاتك لايك الفيديو، ابوني في القناه وتركونا تعليق. سلام خوتي.